ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. بقالي شهر تقريبا ما صورتش فيديو من قبل العيد، انا ما اعرفش في ايه، حاله كسل وخمول والجو حر وبعدين برد، حر برد حر برد. انا بنزل الصبح بنص كم وجايب معايا جاكيت عشان بالليل البسه، لان بالليل تلج. انا ما اعرفش احنا عايشين فين الصراحه، ولكن الهم ان احنا رجعنا تاني الحمد لله بفيديو جديد وموبايل جديد في السوق المصري، حاجه مش بنسمعها كتير قوي. والموبايل الجديد هو من ريلمي سي 55 او سي 55 على حسب انت تعليمك عامل ازاي. يعني الريلمي سي 55 الموبايل ده من الفئه المتوسطه المتطوره شويه، الفئه المتوسطه اللي بنشوف امكانياتها حلوه شويه. تمام، طيب ليه انا بقول عليه من الفئه المتوسطه المتطوره؟ لان الموبايل ده تقريبا لاول مره بيجي ب 8 جيجا رام، 256 جيجا ذاكره داخليه، وال8 رام اللي فيه ممكن تضيف لهم 8 رام كمان من الذاكره الداخليه، فيبقى المجموع الرامات 16 جيجا رام، 256 جيجا ذاكره داخليه. وموضوع الرامات اللي بيتزود ده للي ما يعرفش، يعني هو عباره عن ان الموبايل بياخد ذاكره داخليه او بياخد 8 جيجا من الذاكره الداخليه يزودهم على الرامات، فبيبقى عندك المجموع 16 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه. انا عدتها 3 مرات، ما علينا. فهو الموبايل ده انا شايفه ان هو بيجي باعلى رام واعلى ذاكره داخليه موجوده على ما اتذكر، يعني عشان بس ايه، يعني صلحوا لي في الكومنتات، قولوا لي في الكومنتات لو في حاجه اعلى من الرام واعلى ذاكره داخليه من الموبايل ده في الفئه بتاعته السعريه. غير كده الموبايل جاي بامكانيات حلوه، اقدر اقول ان هي امكانيات معقوله جدا على الفئه السعريه بتاعته. انا مش هقدر اقول ان هو بيجي باقوى معالج في العالم واقوى حاجات في العالم واقوى شاشه وبتاع، لا، هو جايب حاجات ممتازه جدا على الفئه السعريه بتاعته. تمام، فمثلا لو بصينا على الشاشه هنلاقيها 6.7 بوصه، دي بدقه فول اتش دي بلس، ولكن هنا من نوع اي بي اس. كان نفسي الصراحه تبقى الشاشه دي اموليد جدا جدا، بس هي جت هنا من نوع اي بي اس. الشاشه نفسها حلوه، بتيجي بتردد 90 هرتز، البرايتنس بتاعها بيوصل لغايه 680 نت، يعني رقم كويس الى حد ما على الفئه السعريه دي. برضو مش احسن شاشه في الفئه بتاعته، يعني انا كنت عايزها تبقى اموليد، تبقى 120 هرتز، حاجات كده نقدر ان احنا نتكلم عليها، بس هي شاشه بتقضي الغرض. الحواف بتاعتها قليله زي ما انتم شايفين. عندنا الكاميرا اللي هي الهول بانش نوتش كبيره سنه صغيره، ولكن غير كده انا ما لاحظتش اي حاجه في الشاشه دي. بانل كويسه جدا، الالوان بتاعتها كويسه، توليدها الوان كويس، والسطوع تحت اشعه الشمس معقول. عندك مثلا حاجه زي المعالج هنا الميديا تك هيليو جي 88. شفنا معالجات في الفئه السعريه دي اعلى، ولكن الجي 88 هيقضي الغرض جدا. بمعنى ايه ان هو هيدخل على السوشيال ميديا، الفيسبوك والواتساب والانستجرام والكلام ده كله بدون اي تقطيع، بدون اي حاجه. وكمان هيلعب الالعاب ببجي هنا على اتش دي هاي، وكول اوف ديوتي على فيري هاي، واسفلت 9 بيلعبها بشكل كويس جدا، ما فيهاش اي مشكله. كان نفسي برضو ان الموبايل ده ينزل مثلا بالجي 99 ميديا تك جديد افضل شويه، و6 نانومتر، المعالج ده 12 نانومتر. فاهم الفكره؟ فهمتني؟ ماشي. بس هو بيقضي الغرض جدا، يعني هيفتح السوشيال ميديا عادي، هيفتح البرامج عادي، عملت عليه ايديت كمان على فيديو عادي، ما بيسخنش. جي 88 برضو معالج كويس، بس انا كنت عايزه يجي بمعالجات احدث شويه من الجي 88. واللي مخليني اقول ان اداؤه كويس ان هو مش كل حاجه المعالج. عندك الرامات الكبيره 8 زائد 8، وعندك ال 256 جيجا، وممكن كمان تركب له ميموري كارد توصله بقى 512 1 تيرا اللي انت عايزه عادي جدا. سيبك بقى من الكلام ده، سيبك بقى من الايه، من الارقام والاحصائيات والكلام المجعلص ده. ديزاين الموبايل حاجه تانية تماما. ديزاين الموبايل انا بالنسبه لي ان هو اشيك موبايل مسكته في الفئه السعريه دي تماما. الفئه السعريه دي عاده بتبقى الموبايلات عاديه، تمام. الموبايل ده شيك جدا جدا، وكعاده ريلمي برضو بتركز على التصميم. وفي كل فيديو لريلمي بقول ان التصميمات بتاعت ريلمي دايما تلاقيها مميزه، دايما بيجيبوا مصممين مخصوصين يصمموا الموبايل. فزي ما انتم شايفين كده، هو اللون اللي معايا لون برونزي او سيلفر او شامبين، بس لما توجه النور بيديك انعكاسات لا نهائيه من الالوان. هتلاقي الذهبي، هتلاقي الموف، تلاقي التركواز، تلاقي السماوي. وحته الكاميرا هنا ومستطيل الكاميرات هنا هو جايب خامه تانية، بخامه جلوسي كده شويه. وعندنا اكبر حلقتين كاميرتين هتشوفهم في حياتك. بصوا زي ما انتم شايفين، يعني كاميرات كبيره جدا جدا وهنتكلم عليها دلوقتي. ولكن التصميم بشكل عام عاجبني جدا جدا. الظهر اكنه برشت الومنيوم كده، يعني في تكستشر او في ملمس كده خشن. طبعا هو الظهر من البلاستيك والفريم من البلاستيك، ولكن بيديك احساس ان الموبايل شيك جدا جدا. وزي ما انتم شايفين صورت على قد ما اقدر الانعكاسات او ديزاين الموبايل ككل عاجبني جدا جدا. عندك مثلا الفريم بتاع الموبايل فلات، برضو الديزاين حلو. انا بحب الفريم فلات شبه الايفون كده شويه. وهتلاقي البصمه الجانبيه اللي انا بحبها جدا اللي هي مدمجه في زرار الباور. ولو بصيت كده على الموبايل بالجنب هتلاقيه رفيع جدا، لان الموبايل ده سمكه 7.9 مللي، موبايل
الموبايل رفيع والموبايل خفيف كمان مش تقيل. هتلاقي هنا الهيدفون جاك كويس جدا ان هم ما شالوهاش، وهتلاقي منفذ اليو اس بي سي تحت. الديزاين صراحه تحفه، عجبني جدا جدا. نرجع بقى للكاميرات. عندنا كاميرتين زي ما انتم شايفين، الاساسيه 64 ميجا بكسل اللي هي فوق، والثانيه 2 ميجا بكسل للدبث او للعمق عشان تصور لك صور بورتريه. الصراحه كان نفسي برضو ان الموبايل ده ينزل بكاميرا الترا وايد، وانا مش عارف ليه الشركات ابتدت ان هي تسحب نفسها من موضوع الالترا وايد ده مع انه مهم جدا. الكاميرا الاساسيه ال 64 ميجا بكسل هي غالبا مفيش موبايل في الفئه السعريه دي بيجي بكاميرا 64 ميجا بكسل، دايما تلاقي 50 48 50 48 50. مفيش موبايل في الفئه السعريه دي بيجي ب 64 ميجا بكسل، لان الكاميرا دي جايه بسنسور اسمه OV64B، وهو نفس السنسور تقريبا اللي في الجي تي سيريز في سلسله الجي تي. فسيبك بقى من الكلام العجيب ده، الكاميرا بتطلع صور حلوه جدا جدا على الفئه السعريه دي. مش هقدر اقول بقى ان هي على الفئه السعريه دي، ده يعتبر واحد من افضل الكاميرات اللي انت هتشوفها كالوان، والدايناميك رينج اللي بتعمله ريلمي عموما، والبروسيسنج نفسه بتاع الصوره بعد ما تصور بيبقى الصوره حلوه جدا جدا. الصراحه كاميرا حلوه جدا. الكاميرا هنا مش بتصور 4K، مش بتصور فيديو بدقه 4K، فول اتش دي 30 فريم في الثانيه بس. وعندك هنا النايت فوتوغرافي او التصوير الليلي. عندك برده ستريت مود او الوضع بتاع الشارع، بيطلع الصوره حلوه جدا، يعني بيعمل بروسيسنج مختلف او بيحط فلتر كده على الصوره بشكل مختلف بيخلي الصوره حلوه جدا. والستريت مود ده كان في الجي تي سيريز برضو. فالكاميرا دي كلها متاخده من الجي تي سيريز على الفئه المتوسطه. الكاميرا الاماميه هنا 8 ميجا بكسل، والصراحه هي مش افضل كاميرا في الدنيا او مش افضل كاميرا حتى في الفئه السعريه دي، في افضل منها، ولكن ببروسيسنج بتاع ريلمي الصوره ما تلاقيش او ما تحسش ان هي 8 ميجا بكسل. تعالوا نجرب كده. دي بورتريه، حلو على فكره، طلع لكم اهي التفاصيل بتاعتها حلوه. ده طبعا يرجع للبروسيسنج بتاع ريلمي اللي بتعمله في الصوره رهيب جدا. طيب من الحاجات اللي في الموبايل ده عجبتني جدا، الموبايل ده نازل بان اف سي. اخيرا موبايل في الفئه السعريه دي نازل بان اف سي، ممكن تشحن كروت الكهرباء. انا بستخدمه في شحن كروت الكهرباء، شحن كروت الغاز الجديده ان اف سي كله على طول. الموبايلات اللي ما فيهاش ان اف سي بتعمل لك ازمه جدا في موضوع شحن كروت الكهرباء ده، بالذات كروت الكهرباء، لان انت هتنزل على اي فوري كشك بتاع مش عارف ايه تشحن وتعمل، ممكن الكهرباء تفصل عليك الساعه 4 الفجر وما يبقاش حد جنبك فاتح. فموضوع الان اف سي والشحن في البيت ده يعني امر تحفه الصراحه، انا ما بستخدمش غيره. البطاريه بتاعت الموبايل ده برده عملاقه 5000 ملي امبير كعاده بقى بطاريات ريلمي وكده، بتقعد معايا 8 ساعات من سكرين اون تايم. وكمان عندك هنا شاحن بقدره 33 واط سوبر فوك، بيشحن البطاريه هنا من 0 ل 100% في 63 دقيقه بالظبط او 64 دقيقه على التايمر بتاعي، يعني ساعه و4 دقائق هتلاقي البطاريه لو فاصل خالص هتلاقيها 100%. شحن رهيب جدا. واهم حاجه بالنسبه لي مش البطاريه الكبيره، انا اهم حاجه بالنسبه لي الشحن السريع، لان البطاريه كده كده هيجي لها يوم وهتخلص. تمام، انا بقى عايز احط الموبايل على الشاحن عشان يتشحن بسرعه استخدمه، فساعه بالظبط تلاقيه 100%. شيل الشاحن يا باشا وامشي خلاص، روح شوف حالك. بس كده في النهايه بقول ان الريلمي سي 55 هو جاي بمميزات متطوره زي ما انا قلت في اول الفيديو على الفئه السعريه بتاعته. الاسعار بقى مش هنقعد نتكلم بقى في الكلام ده، خلاص اتكلمنا فيه كتير جدا. الاسعار زادت الضعف والمش عارف ايه، هنعمل ايه يعني؟ هي دي اللي احنا عايشين فيه. الموبايل ده جاي بسعر تقريبا 7 ونص 7400 على حسب يعني ما هتلاقيه. نسخه ال 8 جيجا رام 256 جيجا، خلي بالك، وده يخليه برده ان هو قيمه مقابل سعر كويس ان انت تاخد موبايل 8 جيجا رام وعندك الاكسبانشن بتاع الرام اللي هو 8 كمان، فنعتبره يعني 16 جيجا رام و256 جيجا، وممكن تضيف له ذاكره خارجيه لغايه 1 تيرا بايت. فعندك الذاكره والرام يعني الناس ايه مبحبحين ايديهم شويه في الذاكره والرام. عندك البطاريه الكبيره 5000 ملي امبير، وعندك الشحن السريع، عندك الكاميرات المميزه جدا ورا وقدام، وعندك الاداء العام بتاعه كويس جدا. انا بس يعني كان اعتراضي على الشاشه اي بي اس، كنت نفسي تبقى اموليد 120 او حتى اي بي اس 120، هي اي بي اس 90، ولكن برضو تزال الشاشه كويسه جدا والحواف بتاعتها صغيره حلوه. الديزاين بتاع الموبايل هو ملك الليله بالنسبه لي، ديزاين حلو جدا جدا بصراحه، بصوا تحفه الصراحه. كنت اتمنى برضو ان الموبايل ده يجي بسماعات ستيريو، للاسف سماعه واحده خارجيه اللي هي اللي تحت دي بس كده. هقول ايه تاني على الموبايل؟ بس كده. قولوا لي انتوا رايكم تحت، اهم حاجه تحت في الكومنتات. هرد على كل الكومنتات اللي بتجيلي زي ما احنا متعودين في كل فيديو. اكتب لي رايك عن الموبايل ده او غير الموبايل ده، اسالني اي سؤال انا هرد على كل الكومنتات، يعني ربنا يقدرني وارد على كل الكومنتات اللي تحت في كومنت سيكشن تحت الفيديو. وبس كده، ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب
للقناه. بص يعني كلمه سبسكرايب دي بتعصبني. تمام ليه؟ لان ما حدش بيعمل سبسكرايب، انا مش عارف ليه ما حدش. يا حبيبي انزل اعمل سبسكرايب، مش هتخسر اي حاجه خالص. عايزين نوصل مليون سبسكرايبر، لان عندنا جيف اواي كبيره جدا كبيره جدا والله، عايز اطلعها مش عارف. مش عايزين نوصل مليون سبسكرايب، ما اعرفش حد عمل لنا عمل او في سحر مثلا معمول ان ايه، لا الراجل ده ما يوصلش مليون سبسكرايب. انزل يا عم اعمل سبسكرايب، اعمل مش هتخسر حاجه. وكان معاكم محمد سامي، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.